أن تاريخ هذا المسجد تاريخ حافل. صاحبه الحاج سعيد دياب رحمه الله، وهو الذي وفقه الله عز وجل لبنائه لإقامته، وهو جزء من داره، جزء من بيته، من باب التذكير. وقد قال ربنا عز وجل في سورة البقرة في الآية 237: ولا تنسوا الفضل بينكم. نظل كذلك لا ننسى فضل الصالحين، لا ننسى فضل السابقين، والفضل للسابق مهما أحسن اللاحق. لذلك علمنا ربنا عز وجل هذه القيمة وهذا الخلق الرفيع في آيات كثيرة، وهو يحدثنا في سورة الحشر في الآية 8 حدثنا عن المهاجرين الذين جاهدوا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم ونصروه، وقفوا معه في نشر دعوته. وصفهم الله عز وجل بقوله في نهاية الآية 8: أولئك هم الصادقون. ثم حدثنا الله عز وجل تخليدا لمآثرهم وآثارهم، حدثنا عن الأنصار الذين آووه مع الصحب الكرام ونصروه في الآية 9. مما وصفهم الله عز وجل به قال: يحبون من هاجر إليهم. وقال أيضا في حقهم: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم يعلمنا في الآية 10 أن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالسابقون الأولون أقاموا الحجة وبرأوا الذمة وبلغوا الرسالة وكانوا أوفياء، وترجموا وفاءهم إلى عمل، لأن الوفاء صفة عزيزة، ولكن تحتاج إلى من يتمثلها عمليا تطبيقيا كما فعل السابقون، ونسأل الله أن نكون جميعا من اللاحقين. إذن وأنا أحدثكم في هذا المسجد المبارك التاريخي الذي شرع في أداء رسالته في عام 1953. الحاج سعيد رحمه الله ترجم حبه للدين عمليا. أقول ترجم لأن علماءنا كانوا يترجمون للصلحاء، كانوا يترجمون للعلماء، كانوا يترجمون للعاملين. نقرأ عن الطبقات الكبرى لابن سعد، ونقرأ عن السير، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي. هؤلاء كانوا يترجمون ويعرفون بالرجال، لأن كما يقول في الجزائر معرفة الرجال كنوز. وهذه الرجولة التي لها مقام رفيع في وطننا الكبير لها مقام رفيع أيضا في وحي الله الطاهر. ومن أمثلة ذلك الآية التي أشرنا إليها، الآية 23 من سورة الأحزاب: من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحاج سعيد خصص جزءا من بيته من منزله لبناء هذا المسجد. وصدقوني وأنا أسمع
فضيلة الشيخ عبد الكريم وهو يقرأ في الركعة الأولى أواخر سورة الزمر بدءا من الآية 75 وما بعدها، تذكرت غار حراء حيث انطلق نور الإسلام، وهذا يشبه، ولكن تاريخه وسع من مساحته، فتمددت مساحته فيزيائيا وتمددت عبر الزمان، بل تمددت مساحته على مستوى القلوب. إذن هذه الشساعة وهذه السعة تعود إلى أصله، إلى تلك النية التي أثمرت هذا المسجد المبارك. والحاج سعيد رحمه الله من باب الوفاء نذكره، وقد توفي بتاريخ 4 جانفي 1993 ظهرا، وهو يقرأ ويتمتم ويتابع مع ابنه الشيخ عبد الكريم قراءة سورة ياسين من كتاب الله العزيز. وهذا المسجد المبارك أفضاله لا نحصيها، ومن أفضاله أنه كان انطلاق مشروع إحياء علوم الشريعة من هذا المسجد المبارك. وصدقوني كان هذا المشروع هما وكان فكرة، ولكن يسر الله عز وجل الانطلاق في هذا المشروع من هذا المسجد المبارك سنة 2016، وبالضبط يوم الجمعة 30 من شهر سبتمبر 2016 بين المغرب والعشاء، كان يوم الجمعة، يوم 30 سبتمبر 2016 بين المغرب والعشاء. وهذا المشروع الحمد لله لا يزال قائما، يجتهد في نشر علوم الشريعة من خلال دراسة المطولات، من خلال الرجوع إلى سدنة العلم الشرعي، من خلال العودة إلى عيون علوم الشريعة، ومن الكتب التي شرحت ودرست كتاب الإمام القرافي اللي هو الذخيرة، وإعلام الموقعين لابن القيم الجوزية، والإتقان في علم القرآن للإمام السيوطي جلال الدين السيوطي، وإحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، وكتاب الشاطبي الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي، وغيرها من الكتب.